الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. عرفت علي كيف؟ فهذه مسألة خطيرة جدا، وهذه مسألة بالعقيدة. نعم. يعني إذا إنسان غلط بأم الصلاة بنقول له يا عمي أنت صليت 3 ركع بدل الظهر ما تصلي 4، بروح بعيد الصلاة مثلا. إذا مثلا ما سجد منيح بنقول له صلح صلاتك، مثل ما جاء رجل على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صورة اتجه باتجاه القبلة وصلى، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قم صلي فإنك لم تصلي. مسيء صلاته. نعم. حديث مسيء صلاته. نعم. يعني هذه الحديث مسيء صلاته. نعم. فهذا شيء سهل. أما الواحد يغلط بأمر العقيدة يعتقد أن الله يبارك فيك حد ما بدي جزاك الله خير، الله يبارك فيك. ما في صيام اليوم؟ ما في صيام، بس لعله صاحب المصلحة لا سامح، هو أعطينا المجال اللي ضيف الناس. أعطاك أوكي يعني. طيب ماشي. نعم. كيف؟ طب يا شيخنا، قبل يومين تكلمت مع شاب من الشباب، جزاك الله، فبقول لي يعني أنا من كثر إن الله ما رزقنيش بحس إن استغفر حاشا لله إن الله مش موجود، فهذا كيف رد عليه؟ هذا كفر. هذا كفر. قل له تشهد عشان ترجع الإسلام. إذا الله ما رزقه، نعم، رزقه مال ولا رزقه أولاد؟ يعني مال، يعني متزوج أو كذا. بقول لي بس لي 5 سنين بصلي والله ما رزقني، يعني بحس مرات إن الله يفعل في ملكه ما يشاء. قل له في سورة الأنبياء الآية 23 الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وقل له قال الله في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة كان يمر عليه الهلال تلو الهلال كان يمر علينا 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيوت النبي النار صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق. شوف بيوته مش بيت واحد، يعني 9 بيوت عنده 9 حجرات، ومع ذلك لا يوقد فيها الآن. وأكثر الصحابة سيدنا أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من شدة الفقر قال والله كنت أضع بطني على الأرض وأعمل يعني أشياء مني تخرج يظنني المصلين والذين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنني جننت، والله ما بي جنون إلا الجوع. الله أكبر. شوف هذا اللي بيحكي لك هذا الكلام قل له الشهد عشان يلحق حاله قبل ما يموت. نعم. لأنه الموت يأتي فجأة. نعم. يعني الواحد قد ينام يموت، قد يطلع تضربه سيارة يموت، قد يصير معه جلطة بالطريق يوقع وإنه ميت. عرفت؟ نعم. فقل له لحق حالك، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقل له هذا الله عز وجل يرزق من يشاء. نعم. الإنسان يرزقه مالا، إنسان يرزقه صحة. قل له هذا اللي عم يحكي هذا الكلام، قل له هذه عينك لو بدنا نشتريها قديش بتبيعها ب10,000 دينار؟ بقول لك لا. لسانك بقول لك لا. اذنك سمعك بقول لك لا. قل له اذا انت معك آلاف مؤلفة من الدنانير وانت ما معكش خبر. الله عز وجل قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا شيء والعياذ بالله الذي يقول هذا الكلام هذا كفر. لو كان بيصلي له 50 سنة. سيدنا أيوب كان من الأنبياء، وبعض العلماء قالوا أنه كان من أولي العزم. 14 ولد وقع البيت عليهم ماتوا في لحظة واحدة. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الله رزقنيهم والله أخذهم. عرفت علي كيف؟ الزرع كان عنده جهة حوران، هي اللي بين درعا وبين الرمثة، هي المنطقة كانت هناك بلاده. كان عنده. فسبحان الله. جزاك الله خير.